والطيب لازم يمشي. قول وماشي والطيب لازم يمشي. شيخ الازهر من خلون. 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 يلا نهتف يا اخوان. يلا نهتف يا اخوان. ليش الوضع في الميدان؟ نادي واحدة في الميدان. نادي السنة والقيام. جيش السنة والقيام. يلا نهتف يلا نقول. يلا نهتف يلا نقول. يا أزهر يا حبيب. يا أزهر يا حبيب. يا أزهر يا حبيب. مجدك راجع من جديد. مجدك راجع من جديد. يا أزهر يا حبيب. يا أزهر يا حبيب. مجدك راجع من جديد. دكتور عبد الله بركات، عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقا ورئيس ائتلاف علماء الأزهر، بعد ما يتفضلون معكم يرفعون لافتات عليها لا للفنون ولو كان شيخ الأزهر. نعم، لأننا دعاة حق فلن نجامل حتى شيخنا، فلو أن شيخنا وهو كذلك ممن تحمل تبعة النظام السابق تخطيطا ومتابعة وتنفيذا فلا وجود لأحد من هؤلاء بيننا الآن، ويجب إن كانوا صادقين ولو فيهم مسحة خير أن يتركوا الساحة لغيرهم حتى تنعم مصر بالاستقرار وحتى يعود للأزهر مجده. راجعوا الأصوات المسجلة والكلمات المسجلة لقيادات الأزهر في بداية الثورة، الذين قالوا إنها حرام، والذين قالوا اتركوا الميدان، والذين قالوا إن ذلك خروج على الشرعية والدولة، واليوم يزعمون زورا أنهم من أول لحظة في الميدان وأنهم مع أبناء الشعب. ألا لعنة الله على الكاذبين. كل كاذب يعلم نفسه. لن نقبل فلولا، لن نقبل فلولا، وليحترم رأي الشعب وأبناؤه وممثلوه والقوانين التي صدرت، ولنعلن أن مصر فوق الجميع. مصر فوق الجميع، فوق الفاسد من الفنون. معنا الشيخ عبد العزيز النجار مدير عام الدعوة بالأزهر الشريف. أؤيد نعم أنا أؤيد قانون عزل الفنون، وهذا القانون كما يعلم الجميع طبقه سيدنا عمر بن عبد العزيز، فأول ما تولى بعد فساد 60 عاما سيدنا عمر بن عبد العزيز أول قرار اتخذه عزل جميع القيادات السابقة وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة أموال المسلمين، ثم بعد ذلك عين وزيرا إسلاميا يحفظ القرآن ولا يخاف إلا الله عز وجل. دكتور أحمد الطيب، أقولها صراحة وبملء فيه من ميدان التحرير، أن الدكتور أحمد الطيب شارك سلبا وإيجابا. إذا كان هو ممن يتخذون القرار فهو آثم، وإذا كان سكت ولم يتحرك ولم يترك مكانه ولم يعلنها مدوية أنه لا يمكن أن يكون شيخ للأزهر وأن يكون في هذه البيئة السيئة التي ضيعت وأفسدت الحياة السياسية في مصر، إذا فهو آثم. شيخ الأزهر صوت الإسلام داخل لجنة السياسات، وكان المفترض إذا قالوا حراما وما أكثر ما فعلوه من الحرام من أكل الأموال وذل الشعب أن يقول لهم اتقوا الله وكفوا عما تفعلون، لكنه لم يفعل ولم نسمع منه أنه فعل. ثم بعد الثورة ائتلاف أبناء الأزهر قدم له رؤية كاملة لهيكلة الأزهر وعودته إلى مجده ولم يرد علينا، وأعطيناه مهلة حتى 30 من مارس. دراسة علمية لم تحدث على أرض مصر كلها. اتخذنا المنهج العلمي سبيلا لنا في بيان المشكلات واستقصينا الآراء، فلم يجب ولم يسمع. ولما ذهب أولاده إليه يشكون مر الشكوى وقد جاءته القرارات من الدولة بتعيينهم بأسمائهم، فقال على جثتي، وهو الذي وقف سدا منيعا عن تعيين أبنائه وأوائل الخريجين، ثم سلط عليهم من جاء بهم ليضربهم ويسحلهم ذكورا وإناثا. متى وأين ارتكب الدكتور أحمد الطيب الوقائع التي تقول أنه استعان وأمر بسحل أوائل الأزهر؟ الأسبوعين الماضيين وأنا عندي أتى بها أصحابها، عندي أرقام محاضر في الشرطة، وعندي
تقارير طبية لمن أوذي هناك، أغلقت عليهم المشيخة وسحلوا وضربوا داخل المشيخة. اكبر دليل على افساد الحياة السياسية ان شيخ الازهر منذ ان اتى وتولى هذا المنصب قام باقصاء الازهريين، واتى بلواءات من الشرطة ومن الجيش بالمعاشات، وعلى رأسهم لواء شرطة كان يتبنى قضية ابناء الازهر الطلاب سنة 2008 الذين دخلوا السجن ومنعوا من الامتحانات، فكان هو المهندس الذي كان يرتب ويهندس تحت اشراف الدكتور احمد الطيب. فتاريخ الدكتور احمد الطيب واقصاء الازهر بان ياتي بلواءات يتولى المناصب القيادية في الازهر، واقصاء اصحاب العمائم وابناء الحق الاصليين، هذا يعتبر اكبر دليل على ان الشيخ ما زال يستمر في افساده للحياة السياسية. لو ان هناك ثقة من المسلمين في شيخ الازهر وفي قيادات الازهر لكان للازهر الكلمة الاولى والاخيرة. اما ان شيخ الازهر يمثل النظام البائد السابق واعوانه ومستشاريه كلهم من الاعوان السابقين ومن خارج الازهر ومن الفلول ومن الشرطة ومن العسكر، فبالتالي فسدت العلاقة بين المسلمين وبين شيخ الازهر. اود ان اقول سريعا ان هناك صفقة ما بين المجلس العسكري وما بين شيخ الازهر، بموجبها تم توقيع واعتماد قانون الازهر، القانون المفصل على مقاس شيخ الازهر وعبد الدائم نصير ومحمود عزب واسامه العبد مستشارين شيخ الازهر، مقابل ان يقف شيخ الازهر مع المجلس العسكري وقتما يشاء وينسحب من اللجنة التأسيسية وقتما يشاء. فشيخ الازهر الان يعمل بزر او بريموت كنترول، مكانه موجود في المجلس الاعلى للقوات المسلحة. شيخ الازهر يا سادة حتى الان يحتفظ بمحمود حمدي زقزوق ويقول عنه وزير الاوقاف الفاسد الفاضل الماضي، يقول عنه انه ذراع الايمن، انها بجاحة ما بعدها بجاحة. اين انت يا حمرة الخجل؟ ضموه وهو نائم يا سيد الفاضل، هي ذرية بعضها من بعض، اخوه امين وحدة حزبية في الاقصر هناك، والاسرة كلها منضمة للحزب الوطني المحل. هذا شيخ الازهر ما كان يعرفه احد، كان نكرة. الذي بحث عنه واخرجه من تحت الركام هو محمود حمدي زقزوق، ولذلك هو يرد الجميل له الان. ثم لمصلحة من ان يقدم امتحانات الطلاب الان في الجامعة ولما تنتهي مناهجهم بعد؟ هو يخشى من وقوف الطلاب ام يخشى من ان يقفوا ضده، ام انه لا يهتم بمصلحتهم وان يحصلوا دراستهم، ام ماذا؟ نريد ان نفهم. ليس من مصلحة في هذا الا للفلول. احمد عز امام بمديرية اوقاف الجيزة. لماذا حضرت اليوم فضيلة الشيخ؟ والله انا في بداية انا حضرت هنا حضور من اكثر من حاجة. اول حاجة بالنسبة بنقول لا للفلول الذين افسدوا الحياة السياسية والاجتماعية على مدى عشرات السنوات، نقول لهم لا. ثانيا جينا بكل صراحة لنقول بانه يجب انقاذ الازهر من فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر، لانني اشهد لله عز وجل واقسم بالله العظيم ان هذا الرجل من يوم ان جاء الازهر لم نره فعل شيئا يخدم الاسلام او الازهر، انما كل ما يفعله هو ضد الهوية الاسلامية وضد الازهر، وكل ما يفعله هو انما ينصب في تضييع الازهر ودمار الازهر واضعاف الازهر. ما الذي فعله ضد الازهر وضد الاسلام كما تقول حضرتك؟ الحرب على القرآن، الحرب على الكتاتيب، الحرب على محفظين القرآن، هدم الاسلام من البيت التحتية، اغلاق الاعداد، معهد فيه 4 فصول يدينوا فصل واحد لمصلحة مين؟ لم يفتتح معهد واحد منذ تولى مشيخة الازهر. قدم وهو رئيس للجامعة للمجلس الاعلى للازهر طلبا بالغاء كلية الدعوة، وهي الكلية اليتيمة التي تخرج الدعاة، وليس في مصر ما يخرج دعاة غيرها. تقول لي ماذا فعل